السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة عن إمتى أشك إن ابني عنده توحد. اضطراب طيف التوحد أعراضه كتير في التفاعل الاجتماعي أو حركات تكرارية أو مشاكل في اللغة والتواصل، عشان كده بيطلق عليه طيف التوحد. وفي أهل كتير بيفتكروا إن أولادهم متأخرين وبيضيعوا عليهم فرصة التدخل المبكر اللي بتفرق معاهم في التأهيل وخاصة في سن مبكر. طيب إيه هي الأعراض اللي تخليني أشك إن الطفل عنده توحد ولازم يروح لدكتور نفسي أطفال عشان يعمل له الاختبارات المناسبة؟ عشان أقول إن الطفل عنده توحد لازم يكرر أعراض كتير، زي إنه مش بيرد على حد خالص لما بتنادي عليه ومش بينتبه لمصدر الصوت، بشرط إنك تكون عملت له اختبار سمع وتأكدت إنه سمعه كويس. مش بيتواصل بصريا، بمعنى إنه مش بيبص في عين اللي قدامه ودايما متشتت وسرحان. عنده مشاكل في اللغة والتواصل، بيفقد الكلام بعد ما يكتسبه. عنده رفرفة بالإيد. عنده هز الجسم كتير قدام وورا. بيمشي على أطراف أصابعه. ممكن يأذي نفسه، بيخبط راسه على الحيط أو على الأرض. صراخ وبكى طول الوقت، روتيني. عنده مشاكل في الأكل أو الملمس. ممكن يكون عنيف أو عدواني. لو لقيت الأعراض دي عند ابنك أو بعضها وبيكررها لمدة طويلة، لازم يروح لدكتور نفسي أطفال عشان يشخصه ويعمل له الاختبارات المناسبة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، شير، سبسكرايب. أشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.